اليوم اثنين دينجر زون واثنين راح يروحوا للنهائي، يتأهلوا على طول للنهائي. في صندوقين كويسين صندوقين سيئين. مهمتك اليوم انك تسحب الصندوق الفاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في الحلقة رقم 12. قربنا نخلص يا شباب تحدي 100,000 ريال الموسم الرابع، خلاص قربنا نخلص. زي ما قلنا 15 حلقة. زي ما تشوف واضح الصناديق هذه قدامنا. تحدي اليوم اسمه صندوق الحظ، يعني انت وحظك. حلو يا شباب، انتم المتسابقين الاربعة اللي باقيين، ومعاذ بهاء اسامة ومحمد. انتم يا شباب تعتبروا نصف نهائي. اليوم التحدي يعتمد على شيء واحد بس، لا فيه لا مهارة لا قوة لا تركيز لا ذكاء لا شيء واحد بس اللي هو الحظ. حظ بس هو اللي راح ينجيك اليوم. بقول لكم شيء، اليوم اثنين في الدينجر زون واثنين راح يروحوا للنهائي، يتأهلوا على طول للنهائي. يعني اليوم حظك ناخذك للنهائي ولا الاثنين اللي حيطيحوا في الدينجر زون بنسبة 90% حيطلعوا برا او حنودعهم الاثنين مو بواحد بس. بعد هذا التحدي على طول راح يبدا تحدي الدينجر زون. هذه المرة ما راح ينافسوا بعض، بالعكس راح يكونوا مع بعض. تحدي راح يكون تحدي الاكل مع غيداء. الناس اللي ما تعرف غيداء بطلة في الاكل، محترفة جدا، فازت في مسابقات كثيرة. بعد شوي حتيجي حتنافس الاثنين اللي طاحوا في الدينجر زون. طبعا حتعرفوا عنها اكثر في الحلقة الجاية مع الاثنين اللي راح يطيحوا معاه في الدينجر زون. اذا فزتوا على غيداء راح تنضموا مع الشباب الاربعة، واذا خسرتوا راح تودعوا الاثنين. احنا قلنا 90% ما اتوقع انكم راح تقدروا تفوزوها لانها ما شاء الله يعني سريعة جدا في الأكل. ما نتوقعكم أبدا أنكم تفوزوها، ولكن ما أدري. قدامنا هنا يا شباب 34 صندوق، 19 صندوق فاضي. حيكون الصندوق بلون الأزرق. مهمتك اليوم أنك تسحب الصندوق الفاضي. إذا سحبت صندوق فاضي كذا أنت ترتاح، تقول الحمد لله فتحت صندوق فاضي ما في شيء. في 15 صندوق فيهم أشياء مختلفة. في صندوق مثلا يخليك تسحب صندوقين زيادة، هذا الشيء طبعا يعتبر شيء سيء، أنك حتكون في خطر. ليش خطر؟ لأنه في صندوقين فيهم إكس. إذا سحبت الصندوق اللي فيه اكس كذا راح تروح على طول في الدينجر زون. ولكن اذا سحبت الصندوق اللي فيه الصح كذا انت يعني تأهلت الى النهائي، تفرح. في صندوقين كويسين صندوقين سيئين. في صندوق يخليك تسحب لصديقك، في صندوق مثلا يخليك دورين ما تسحب شيء، في صندوق اللي راح يقلب الدور يعني اذا كان معاذ بعدين بهاء لا راح نمشي بالعكس. في صندوق اسمه القاضي 50 على 50، هذا راح تعرفوه بعدين ايش القاضي وايش سالفة الصندوق هذا، اللي يفتحه راح يعرف. وفي صندوق اللي العلامة حق اللي تشوفوها في الإشارة اللي هي الدائرة فيها خط، هذا الصندوق يعني صديقك ما يسحب بعدك، يعتبر صندوق كويس لصديقك مو بلك أنت. وفي صندوق مرة خطير اسمه يا خابت يا صابت. الصندوق هذا راح نجيب لك 3 أوراق، ورقتين فيها إكس يعني دينجر زون، وورقة واحدة فيها الصح. يعني إذا جاك الصندوق هذا راح تتخير بين 3 أوراق، يا إما إكسين أو صح. إذا أنت مو محظوظ أو في الأغلب راح يكون الإكس يعني الدينجر زون على طول. راح نبدا من اليمين، يعني حنبدا محمد اول شخص يسحب، بعدين اسامه، بعدين بهاء، بعدين معاذ، الا اذا جانا الصندوق العكسي يعني نروح بالعكس. جاهزين يا شباب؟ نبدا على بركه الله. حنبدا بك انت يا محمد، انت اول شخص راح تسحب اول صندوق. يلا يا شباب لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات. ما بقى شوي الا وننتهي بالموسم الرابع 100,000 ريال. يا ترى حيفوز من الشباب الاربعه معاذ ام بهاء او اسامه او محمد؟ راح نعرف. اكتبوا لنا تحت في التعليقات مين تشجعوا ومين تتوقعوا يفوز. محمد قدامك 34 صندوق، اختار الصندوق او اختار الرقم اللي تبغاني انا افتح لك اياه، وشوف ايش حظك حيقول لنا الحين، او صندوق الحظ ايش حيقول لك. يلا يا محمد توكل على الله وابدا في اول صندوق لمحمد. ايش حتفتح؟ 15. رقم 15. رقم 15. يلا محمد اول رقم 15 عندنا هنا. ان شاء الله يعني ما الشباب ما يخلصوا الحلقه على طول اكسين وتنتهي او صحين وتنتهي، فانا راح اسوي لكم شوي سسبنس. راح اشوف الصناديق ايش في داخل الصندوق. طيب معليش اعذرونا الصناديق تعبانه شوي، سلكوا لنا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا محمد. يا على البدايه كذا يا محمد، على طول كذا على طول خربت الحلقه وخربت كل شيء. في حكم هنا يا محمد على طول حقول لك اياه. صندوقك يا محمد راح يكون تسحب صندوقين زياده. ايش الصندوق الاول راح تسحبه؟ رقم 2. يا ساتر يا ساتر. طيب يا محمد صندوق عادي، دور عكسي، يعني ما حتسحب صندوق ثاني. راح نقلب الدور. كنا ماشيين من اليمين الى اليسار، الحين حنمشي من اليسار الى اليمين. معاذ اول صندوق، خايف رقم 30. رقم 30 راح يكون، راح نكتشفه مع بعض. حلو. صندوق رقم 30 فيه للأسف يا ساتر صندوقين.
صندوقين قلبناه. تسحب صندوقين مرتين، تسحب يا معاذ، لازم زي محمد يعني تسحب صندوقين زياده. انت وحظك يمكن يطلع العكسي، اذا جتك العكسي يعني ايش الدور يروح نرجع لمحمد. ايش الصندوق الثاني اللي راح تسحبه؟ عندك 34 صندوق، اختار اي رقم انت تبغاه. رقم 6. رقم 6 أنا عندي إحساس إن رقم 6 كذا مخيف بصراحة والله، يعني هذا مو بسسبنس ولا شيء، أنا عندي إحساس إنه رقم 6 هذا مو بصندوق أبيض أو أزرق. يلا خلاص، لا هذه يبيلها، هذه يبيلها طالما أنا حسيت يبقى هذه يبيلها. أحمد تعال قرب يا أحمد. يا ساتر يا ساتر، شوفوا ردة فعل أحمد على الصندوق. خبيه خبيه. شوف يعني، شفت ردة فعل أحمد؟ ايش الحل مع معاذ؟ معاذ شكلنا الحين حنعرف شيء. اوكي تعرف يا معاذ. معاذ انت جاهز؟ بسم الله صندوقك يا معاذ. للأسف وبعد بداية يعني قصيرة جدا وعلى السريع، صندوقك يا معاذ راح يكون يا خابت يا صابت. يا خابت يا صابت. جهز الأكل يا علي، جهز الأكل. يعني معاذ يا اما يتأهل، هي نسبة 1/3، او يروح للدينجر زون اللي هي 2/3. هذا الملف فيه 3 اوراق، اكسين وصح. انا الحين راح اخلط الاوراق، ما راح تقدر تشوف شيء، هي اصلا ما حتقدر. ذيك اوكي ما عليك حنخلطها صح، ما قاعد يبين من ذيك معاذ، قاعد يطالع من المرايه. تعال جنب كذا يا احمد عشان ما اشوف في الرفليكشن. تدري ايش؟ يلا واك الحين تجيبها صح. عندك 3 اوراق بالنص او اليمين او على اليسار، تختار الورقه اللي تبغاها، يا اما تتاهل يا اما ايش تغادرنا. اول شخص يروح للدينجر زون، حنكتشف. انت مقتنع انك دينجر زون؟ ليش؟ ما تدري. يلا معاذ اختار ورقه من 3. مش مساعدة هيك يا علي؟ ما طبعا ما في مساعده. خير الأمور أوسطها. خير الأمور أوسطهم. خلاص جواب نهائي. أوكي معاذ، ورقتك. أنت أول شخص في الدينجر زون. أول شخص معاذ في الدينجر زون، والورقتين هذه كانت على اليمين. للأسف معاذ غادرنا الحين. أنت أول شخص راح تنافس غيداء، لسه عندك زميل أو شخص ثاني حينافس معك غيداء. لسه ممكن يجيك منافس. مين تبغى يجيك منافس معك؟ ما تبغى تقول؟ طيب النظام الحين لانه لسه فيه اكسين في الصناديق هنا، الاكس الجاي ما تنحسب، اللي راح يجيب الحين اكس ما تنحسب، حنعتبرها صندوق ازرق، والاكس الثاني هو اللي راح نعتبره الاكس الصح. فيلا بهاء اول صندوق. صندوق بهاء رقم 12. صندوقك كان ازرق. يلا نكمل يا شباب. اسامه اول صندوق رقم 7 اسامه. يلا خلينا نكتشفه مع بعض. اوكي اختار صندوق لصديقك، يعني انت الحين يا اسامه تختار صندوق لمحمد، تختار له رقم. رقم 9. انا احس ان الصندوق 9 هذا يعني خطير شويه. يا ساتر محمد، يعني هو الصندوق اسمه يعني صديقك يختار صندوق، فأسامة أكيد يتمنى إنه يحطك في الدينجر زون ويرتاح، أو ممكن إيش؟ أو ممكن يختار لك صندوق الصح وتفرح وتتأهل إلى النهائي، بس أسامة اختار لك صندوق أزرق. حلو. بهاء صندوق رقم 16. يوم ميلادك يعني رقم تتفائل به. يلا طالما ما تتفائل به أنا راح أفاجئك بالصندوق هذا وراح أفتحه لك على طول ونشوف كلنا مع بعض. تضحك؟ طب اضحك. فاضي يا بهاء. صح يا بهاء. حلو. أسامة صندوق 22. اوكي أسامة. تكلم يا علي. احنا ايش قلنا؟ اكسين. ايوه اكس الاولى ما تنحسب. الاولى ما تنحسب. طيب مبروك، الاولى ما تنحسب. طلعت منها. هذا الاكس يا جماعه راح نعتبره صندوق ازرق زي ما قلنا. باقي صندوق واحد فيه اكس واثنين فيهم صح. محمد اختار صندوق 20. رقم 20. رقم 20 راح يكون على طول. يا حظ. اوه يا محمد خربت الحلقه يا محمد. صندوق ازرق. نرجع الحين لبهاء. يلا يا بهاء صندوق يا بهاء. يلا
تختار عندك ارقام كثيره. 10. رقم 10 اللي يصير يصير. اللي يصير يصير. تبغى تخربها؟ الله 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 الله. يا ساتر. طيب بسم الله. انت قلت لي ميلادك، اوريك ميلادك ايش جاب لك. وريني يا علي. صندوق عكسي. كان مفروض بعدك اسامه، بس الحين راح يصير بعدك محمد. محمد صندوق 11. رقم 11. رقم 11 ابغى اشوف الصندوق. انا قلت يا محمد انه هذا الصندوق مو مطمن له. معاذ جاهز؟ بعد شوي التحدي راح يبدا وراح تكتشف مين راح يكون معاك. للاسف المنافس الثاني اللي راح يكون مع غيداء بعد معاذ ما راح يكون محمد. مبروك للنهائي. محمد راح للنهائي يا شباب. اول متأهل للنهائي كان محمد. مبروك 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 يا محمد. محمد كان الوصيف الموسم الاول والثاني والثالث، كان هو البطل، والحين الموسم الرابع. محمد مبروك النهائي. تدروا هذا ايش يعني يا بهاء ويا اسامه؟ في اكس واحد وفي صح واحد. اللي راح يجيب اكس راح تنتهي السالفه، نقول مبروك للثاني، واللي يجيب صح نقول برضو مبروك وهارد لك للثاني، راح يروح للدينجر زون. اسامه صندوقك 32. 32. يلا تدروا ايش؟ انا هذه المره ما حشوف الصندوق، خلي انا امسك الكاميرا، خلي احمد هو اللي يشوف الصندوق ويعطينا. يشوف اذا يبغى يسوي لك سسبنس ما يسوي لي، هو حر. طالما وصلنا لهذا المستوى في اللعبة لازم الله 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 الله. لا هذه مو رد، انا اعرف رداته، هذه ما تطمن. سام افتح لك على طول. يا ساتر. اوه طبعا القاضي 50-50. تبغى تعرف ايش الصندوق هذا؟ طيب في مكالمة حتجيني انا الحين. السلام عليكم بحضرة القاضي. هلا والله هلا والله. الحين فتحنا الصندوق اللي فيه القاضي 50-50. القاضي هلا والله. عندك عرض تبغى تعطيه لأسامة؟ راح اعطيه 4 صناديق، كل صندوق فيه 2 اكس و2 صح. انت تقدر تختار او ترفض، انت حر. يعني 50-50. ممكن 50% تتأهل، يمكن 50% ايش ما تتأهل. ايش تختار؟ هل تقبل العرض؟ لا نرفض. على طول كذا؟ نرفض. طيب خلاص أسامة رفض العرض. نروح لبهاء مرة ثانية. بهاء أعطينا صندوق رقم 3. رقم 3. يلا بسم الله. بعض الأحيان يقول لك صاحب القلب الطيب، يعني إيش المثل اللي أنا قاعد أقوله؟ يعني أسامة يعني حب إيش؟ يعني قال لك إيش؟ خليها على الله. أنا قاعد أقول كلام مو مفهوم. بهاء أنت اخترت صندوق رقم 3 وأنا شفت الصندوق رقم 3، وقبل كذا أسامة يعني رفض إنه إيش يخاطر. بهاء صندوقك، وللأسف يا بهاء راح تنضم مع معاذ بالدينجر زون. أسامة مبروك 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 أسامة ومحمد إلى النهائي، نهائي الموسم الرابع. ومعاذ وبهاء هم اللي في الدينجر زون. في الحلقة الجاية الحلقة رقم 13 ضد غيداء، هم الاثنين ضد بنت واحدة، لكن هذه المرة الدينجر زون. نحن ملوك الدنجر زون يا علي. بهاء معاذ جهزوا نفسكم، انتم الاثنين ولدين ضد بنت. تحدي الاكل، حنجيب لكم شيء يكون متر لازم تخلصوه اسرع. بهاء ومعاذ اذا خلصوا الاكل قبل البنت او قبل غيداء راح تنضموا مع اسامه ومحمد. روحوا جهزوا نفسكم، تكلموا مع بعض، تحاوروا ايش الاستراتيجيه اللي راح تستعملوها، ادرسوها. روح شوفوا مقاطعها هي كيف تاكل، ما شاء الله جدا سريع. حاولوا ادرسوا السالفه كيف. يلا ما عندكم وقت جدا قصير لانها جايه بالطريق. تحدي ولدين ضد بنت، ونشوفكم في الحلقه رقم 13. بدأ التحدي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي